أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان. ما هو الصوم الصحيح بحسب الكتاب المقدس؟ الصوم ركن أساسي في معظم ديانات العالم، لكن علينا ألا نخلط بين الصوم كما قدمه لنا الكتاب المقدس كتاب الله والصوم كما هو وارد في ثقافات العالم وديانات العالم. الحقيقة لما نقلب في العهد القديم هنتقابل مع وصية واحدة تتعلق بالصوم في يوم واحد، هو يوم الكفارة العظيم، اليوم العاشر في الشهر السابع، اللي جاء الكلام عنه في لاويين 23 الأعداد من 27 إلى 32. يقول عنه الكتاب: أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة، محفلا مقدسا يكون لكم، تذللون نفوسكم وتقربون وقودا للرب، عملا ما لا تعملوا في هذا اليوم عينه، لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام الرب إلهكم. إن كل نفس لا تتذلل في هذا اليوم عينه تقطع من شعبها، وكل نفس تعمل عملا ما في هذا اليوم عينه أبيد تلك النفس من شعبها. إذن يوم الكفارة العظيم اللي هو في اليوم العاشر في الشهر السابع كان هو اليوم الوحيد المطالب أن يصوم فيه الشعب اليهودي. الصوم في معناه البسيط هو الامتناع التام عن الطعام من غروب الشمس إلى غروب الشمس اليوم اللاحق. ليه بقول غروب الشمس اليوم اللاحق؟ لأن التقويم اليهودي العبري، اليوم العبري كان يبدأ من غروب الشمس إلى غروب الشمس اليوم التالي، مساء وصباح، غير التقويم بتاعنا نهار وليل. لا، عند اليهود كان مساء وصباح. يصوموا كم ساعة؟ من غروب الشمس إلى غروب الشمس. يقول برضو الكتاب في لاويين 23 عدد 32: إنه سبت عطلات لكم فتذللون نفوسكم في 9 الشهر عند المساء، من المساء إلى المساء، من المساء إلى مساء اليوم اللاحق اليوم التالي، 24 ساعة. الصوم في معناه البسيط يعني كأنني أقول للرب: لا أستحق يا رب أن آكل، وجسدي لا يستحق الطعام. هنعرف بعد كده إنه في صوم صامه أهل نينوى، وفي صوم صامه شعب اليهود الموجود في شوشن القصر أيام أستير. والحقيقة ينبغي أن أتوقف عند هذين النوعين من الصوم علشان نشوف هل إحنا مطالبين كمسيحيين نصوم هذه الأصوام. أهل نينوى ما كانوش من شعب الله، ده شعب وثني، ده نينوى كانت عاصمة أشور. لما راح لهم يونان بالكرازة السريعة قائلا أنه بعد 40 يوم تنقلب نينوى، تنقلب المدينة، الشعب كله صام. ويقول الكتاب: أهل نينوى نادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم، حتى أن ملك نينوى أمر أن حتى تصوم الحيوانات والماشية. يعني صوم للجميع، امتناع تام عن الطعام للدرجة اللي فيها الله شاف توبتهم وغير سياسته معهم. عند الحتة دي أقول أن الصوم بهذا المفهوم معناه الشعور باللاشيئية والضعف والتوبة عن الخطية والجأ لله في تذلل لكي ما يرفع وجهي ويرحمني. هذا ما تم مع أهل نينوى، وليس المقصود أن هناك في كل عام أهل نينوى يصومون هذا الصوم، وليس المقصود أن ينتقل إلى المسيحية أن نصوم ذات الصوم في كل عام. أيضا في شوشن القصر أيام أستير لما أراد هامان الرديء أن يبيد كل النسل اليهودي، أيضا أستير يقول عنها الكتاب في أستير 4 الأعداد 15 16 17: فقالت أستير أن يجاوب مردخاي: اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن وصوموا من جهتي، ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، صوم لأجل أن يرفع الله الغمة عن شعب اليهود. واضح أنه من حادثة أهل نينوى وحادثة أستير أن الصوم كان غرضه التذلل أمام الله ليرجع الله عن حمو غضبه ويحمي الله شعب اليهود في شوشن القصر، أو يعود الله ويرحم أهل نينوى من القضاء. يعني صوما رغبة في طلب مراحم السماء. وعند المكانين دول أحب أقول أن البعد الآخر للصوم أن لما يكون عندك ورطة، عندك ضيق، عندك مشكلة، عندك حرب، عندك اضطهاد، ينبغي أن تلجأ إلى الله. هذا ما يعلمنا إياه الكتاب المقدس. وانت بتصوم كأنك بتقول لله: أنا لا أستحق يا رب، أنا لا أستحق أن آكل أو أشرب يا رب، أنا لا أستحق أن يدخل جسدي شيء من الاحتياجات المشروعة يا رب. هذا يسمى تذلل أمام الله. لكن لما نروح للعهد الجديد نتقابل مع شخص المسيح صام 40 يوم. يقول عنه الكتاب في متى 4: بعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا سيدي صام، وسيدي صام 40 يوما، لأنه كان سيخرج بعدها إلى الخدمة الجهرية التي كانت ستستمر حوالي 3 سنوات. لكن يجي المسيح يعلمنا عن الصوم في متى 6 ويقول: متى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وعند الأجزاء دي تقول: الصوم في العهد القديم كان صوما يوما واحدا في يوم الكفارة. صوم أهل نينوى مع صوم أستير مع شعب اليهود اسمه الصوم القومي أمام ظرف طارئ، لكن مش معناه ان احنا نكرره كل سنة.
التعليم اللي قاله المسيح في متى 6 ده تعليم للصوم الفردي، لما يكون عندك غرض بتصلي لأجله وتصوم لأجله، ما تعرفش الناس إنك أنت صائم، ما تمشيش تعمل نشرة إنك أنت صايم، ده الصوم الفردي. لكن أيضا تعليم الرسل فيما بعد قالوا لنا إنه ما ينفعش يفرض عليك أحد نوعا من الطعام ويمنع أنواع أخرى من الطعام. قال لنا في كولوسي 2 عدد 16 في تيموثاوس الأولى أصحاح 4 إنه مش من المسيحية بشيء أن يفرض على المؤمنين أنواع من الطعام، لا يفرض عليكم أحدا من جهة عيد أو هلال أو لا يحكم عليكم أحدا من جهة عيد أو هلال أو سبت أو ما شابه ذلك. الكتاب علمنا أن الصوم الكتابي هو تذلل أمام الله لا يعلم به أحد، إن كان صوما فرديا أو صوما جماعيا. إن واجهت جماعة الرب أي مخاطر تتحد جماعة الرب لأجل أن يرفع الرب الغمة ويذهب الضيق. علينا أن نتذكر ما قاله الكتاب: إن صام أحد فيدهن رأسه ويغسل وجهه ولا يظهر للناس صائما. الصوم لن يقربك إلى الله إلا إن كنت قد قبلت المسيح ربا ومخلصا. هذه هي الوسيلة الوحيدة لكي تقترب إلى الله. والتقي بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.